اجى الشتاء وصار اكو شكاوي على انه الشاي مالتنا بارد. اني كشيف وصاحب مطعم ياوه سويت اختبارات حتى اشوف شلون احل الموضوع ونرضيكم. اول شي سويت دراسه على درجه حراره اللسان وطلعت حرارته 36، وافضل حراره نقدم بيها لازم تكون ما بين ال 71 وال 85. صبيت الشاي وطلعت حرارته 84، ممتاز. بعد ما استقر بالقوري شويه نزلت حرارته الى ال 81، شلته وخليته. بينما ويتر يجي ياخذه صارت حرارته 72، لان المرمر شيكت حرارته 23 بارد. بينما الزبون صب الشاي درجة حرارة الاستيكان 24 نزل إلى 65. نخلي الملعقة تصير حرارته 60، 5 درجات خسرنا. بما نجي نشرب الشاي 58، يعني دافي، وللعراقي هذا بارد ثلج. فلاحظت انه احنا اكثر شيء نخسره هو انتقال الحرارة ما بين القوري والمرمراية لأن باردة. حتى نحل هذا الموضوع نخلي ما يحارب القوري ونخليه يحمى كلش زين. بعدها راح نخلي الشاي نقيس حرارة الشاي. بعد ما استقر شوية بقت حرارته 86، شلناه خليناه على قاعدة بين المرمر والقوري حتى نقلل الخسائر. نزلت حرارته فقط درجة واحدة صار 85. للطاولات صممنا قاعدة عليها الشعار يابا ياخذها الويتر ويخليها على طاولتكم، والشاي راح يوصلكم على حرارة 79. راح تجربه صراحة ممتاز. دزيت المصطفى ومصطفى طبقها من اليوم. بس خلوا بالكم احنا شغالين على طريقة تبقي الشاي حرارته أعلى ووقت أطول. إذا في عندكم نصائح انصحونا إياها. شكرا.